كشف منتدى الجيش الملكي على الفيسبوك أن المغرب شرع في استلام أولى الشحنات من نظام الدفاعي الإسرائيلي باراك أم إكس للدفاع الجوي المتوسط والبعيد المدى منتصف 2023. وبحسب موقع أي 24 نيوز، فإن هذا النظام سيجعل المغرب واحدا من الدول القليلة التي تمتلك مثل هذه التكنولوجيا المتقدمة، وهي تخطو خطوة أخرى في استراتيجيتها لتحديث ترسانتها الدفاعية. وبحسب الموقع ذاته، فإن النظام يسمح بتدبير 3 أنواع من الصواريخ الاعتراضية من عائلة باراك لشركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية. وأضاف المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بباراك مراد، وهو محرك صاروخي أحادي النبض، والذي يعترض الصواريخ حتى مسافات تصل إلى 35 كيلومترا، وباراك باراك LRAD، وهو محرك صاروخي ثنائي النبض، والذي يعترض صواريخ يصل مداها إلى 70 كيلومترا، وباراك باراك AR، وهو محرك صاروخي مزدوج النبض مع بوستر إضافي لمدى يصل إلى 150 كيلومترا. ويأتي تسليم هذه الشحنات في إطار الاتفاقية الموقعة في فبراير من عام 2022 بين المغرب وإسرائيل للحصول على أسلحة بقيمة 500 مليون دولار. تم تطوير وإنتاج نظام باراك أم إكس من قبل شركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية، وهي شركة أسلحة عملاقة يرأسها عمير بيرتس، وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق. وكان المغرب قد حصل على طائرات إسرائيلية بدون طيار من طراز هيرون التي تنتجها شركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية، وطائرات بدون طيار أخرى من بلو بيرد، بالإضافة إلى الأنظمة الدفاعية البيت سيستمز، ونظام مضاد للطائرات بدون طيار من نوع سكايلوك، وفق ما أورده الموقع العبري. وفي نوفمبر 2022 كشفت منصة أفريقيا العسكرية المتخصصة في تتبع أخبار الأسلحة والمعدات العسكرية أن المغرب عقد صفقة بمبلغ 70 مليون دولار مع شركة البيت سيستمز الإسرائيلية، وذلك بهدف تزويد الجيش المغربي بنظام ألينت المتطور للغاية، والذي يستخدم لاكتشاف إشارات الرادار وأي تهديدات جوية وبرية، في عقد سيتم تنفيذه على مدى 2.5 عام. ووفق المصدر ذاته، فإنه بموجب العقد بين المغرب وشركة البيت الإسرائيلية، فإن الأخيرة ستوفر نظاما إلكترونيا يسمح للقوات المسلحة الملكية المغربية بالحصول على صور أرضية وجوية شاملة لأراضي المعارك، مما يتيح الاستجابة الفعالة للتهديدات الجوية والبرية، بالإضافة إلى أنظمة القيادة والتحكم عن بعد. وأكد المنصة الإخبارية المختصة النظام ألينت المجهز بوسائل الدعم الإلكترونية والإجراءات المضادة الإلكترونية وأنظمة القيادة والتحكم يسمح لوحدات الحرب الإلكترونية EW وذكاء الإشارة SIGINT التابعة للجيش بجمع المعلومات الاستخبارية من الرادار والإشارات الكهرومغناطيسية وتحديد الترددات الصادرة عن أنظمة الدفاع. اقرأ المزيد. ونقلت المنصة عن أورين صباغ المدير العام لشركة البيت الإسرائيلية قوله إن شركته تشهد طلبا متزايدا على حلول EW و SIGINT الخاصة بنا، حيث تدرك الجيوش في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد الأهمية الحاسمة للسيطرة على الطيف الكهرومغناطيسي. أنظمة استخبارات متطورة وفعالة للغاية، لأنها تمكن من جمع ذكاء الإشارات والمعلومات الكهرومغناطيسية الرادار. ويأتي هذا الاتفاق الجديد في وقت يواصل فيه المغرب وإسرائيل زيادة تعاونهما الدفاعي بعد توقيع اتفاق دفاع في نوفمبر من العام الماضي.